أهلا بكم. هنتكلم في دقائق معدودة عن الوجبات في الإنجليزي. أول حاجة وجبة السناك. السناك اللي هي الوجبات الخفيفة أو الحاجات اللي زي الكريسبس وزي البيناتس، زي البطاطس الشيبسي، زي الفول السوداني، اللي هي الحاجات الخفيفة دي. ودي بتتاكل بين الوجبات between meals. وفرق بينها وبين كلمة سنيك. سنيك اللي هو التعبان، وسناك اللي هي الوجبات أو الوجبة الخفيفة. ودي countable noun ممكن تتجمع. مثال I grabbed a quick snack. I grabbed a quick snack. والكلمة دي ممكن تيجي verb، ممكن تيجي فعل. هقول مثلا I'm trying not to snack between meals. snack هنا verb فعل. يبقى أول وجبة وجبة تاني وجبة وجبة الإفطار، ودي طبعا اللي احنا بناكلها in the morning breakfast. وخلي بالك فرق بين الفطار في الأيام العادية أو بين الإفطار في رمضان. لو هنتكلم عن رمضان هنقول break the fast. We break the fast in رمضان، بنكسر الصيام. لكن في الأيام العادية have breakfast، eat breakfast. نقول مثال we had bread and eggs for breakfast. عيش وبيض على الفطار. طيب عايز اقول بقى انتوا عاملين على الاكل على الفطار او واتس فور بريكفاست. تالت وجبه معانا وجبه لانش، وخلي بالك من الساوند الت وانت بتنطق كلمه لانش. ودي الوجبه اللي احنا بناكلها in the middle of the day، في نص اليوم. خلي بالك مش شرط تكون الوجبه الاساسيه، ده عند الامريكان او عند الانجليز مش شرط تكون الوجبه الاساسيه، بس احنا بناكلها in the middle of the day. ممكن تكون سندوتشات، ممكن تكون بسكويتات، ممكن تكون اي حاجه، بس مش هي المين، هتعرف بعد كده، بس تابعني للاخر. وكلمة لانش دي ممكن تيجي verb، هنقول we launched on bread and olives. نيجي بعد كده للدينر. دينر دي الوجبة الرئيسية في اليوم، the main meal of the day. ممكن تكون in the middle of the day، ممكن تكون in the evening، يعني بياكلوها في نص اليوم وممكن ياكلوها في المساء. ودي الوجبة الرئيسية لأنها المفروض الوجبة اللي هما بيتجمعوا فيها العيلة الصغيرة أو العيلة الكبيرة. يبقى دينر هي الوجبة الرئيسية. نخش بعد كده لوجبة السبر. السبر دي عبارة عن وجبة خفيفة كده بتاكلها قبل ما جو تو بيد، يعني a piece of cake، يعني تشرب أي حاجة، تاكل بسكويت، تاكل زبادي، أي حاجة خفيفة قبل ما جو تو بيد. يبقى الفرق بينها وبين الدينر يعني الدينر هي الوجبة الرئيسية في اليوم، لكن السبر تعتبر عشاء. وخلي بالك الوجبات دي كلها ممكن تاخد verb eat وممكن تاخد verb have أو has طبعا. have breakfast، have lunch، have dinner، have supper. eat breakfast، eat dinner، eat lunch، eat supper. طب انت داخل البيت وعاوز تسأل انتوا عاملين ايه على الاكل، على العشاء او الغداء او غيره، هتقول what's for breakfast، what's for dinner، what's for lunch، what's for supper. يبقى بتاخد معاها what's for. خطأ شائع خلي بالك منه ما تغلطش فيه. لما اقول مثلا I had fish for breakfast او I had fish عشان تبقى واقعية شوية، I had fish for dinner، سمك على الوجبة الرئيسية، هنقول for breakfast، هنقول for dinner، مش هنقول مش هنقول at. طيب ممكن نقول ايه we can talk about it at dinner. دلوقتي انت بتتكلم عنها عن حاجة معينة، عن الغداء او على العشاء، لكن انا باكل ايه على الغداء او على العشاء تبقى for lunch، for dinner، for supper. عجبتك المعلومة اعمل لي لايك، اعمل لي شير. عجبتك المعلومة اكتب لي كومنت. ما عجبتكش المعلومة سبورت مي وشجعني عشان استمر. السلام عليكم.